بالك اللي قبل إيران كانت متسمية أكبر حليف الأمريكا في الشرق الأوسط؟ باش تفهم كيفاش الدنيا تقلبت تبع معي الفيديو الأخر. في الخمسينات والستينات إيران كان يحكم فيها الشاه محمد رضا بهلوي، ورث الحكم على أبوه، عاش من صغرته في القصر الملكي، يعني بالغخرة تولد يلقى كل شيء حاضر. في فترة حكمه كانت إيران في علاقة كبيرة بأمريكا، دعم عسكري اقتصادي، نجم تقول دعم تام. أما كل شيء تبدل عام 1979 وقت اللي صارت الثورة الإسلامية بقيادة روح الله الخميني. الرجل هذا عكس الشاه في كل حاجة تتصورها، يتم البو والأم، تولد في الأرياف وعنده نظرة مختلفة للدنيا. قوم خونا الخميني أول ما يشد الحكم يصدم على السفارة الأمريكية في طهران ويحتجز 52 دبلوماسي لمدة 444 يوم. انت بتتكلم جد؟ والشيء هذا الأمريكا خط أحمر اللي قامت بعده بقطع جميع العلاقات مع إيران واعتبرتها عدو له. في الثمانينيات جات الأمريكا فرصة باش ترجع الفازة متاعها. وقتها العراق اللي كانت بقيادة صدام حسين كانت في حرب مع الإيران. قامت الولايات المتحدة بدعم العراق، الشيء اللي خلى إيران تبدل التكتيك وتمشي حتى هي تدعم مجموعة مسلحة من حزب الله في لبنان ومجموعات أخرى في العراق واليمن، وين نجم نقولوا القتال ولا تقولش عليه لعبة شطرنج، كل واحد عنده الجنود متاعه والمعارك يصيروا في برشا بلايص مختلفة. في 2015 تم توقيع الملف النووي بين إيران وبرشا دول أخرين ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت في الوقت هذاك تحت حكم باراك أوباما. My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. الاتفاق هذا كان عبارة على أنه إيران تنقص من تطوير برنامج الإنتاج النووي متاعها في مقابل أنه يتم رفع العقوبات عنها. وين ما بدات الأمور تهدى وتريث يجي عمك ترامب في 2018 ويقول لك هذا الاتفاق ما يساعدنيش، يخرج منه ويعاود يفرض عقوبات جديدة على إيران نجم تقول أقصى من اللي كانوا عليه قبل. بعدها بعامين تكمل أمريكا تختال القائد العسكري قاسم سليماني. يا أخي كان رد إيران أنها تمشي تقصف القواعد الأمريكية في العراق.